السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. من مطبخ حلو وحادق هنقدم لكم النهارده وصفة الجبنة الرومي بطريقة اقتصادية وحلوة وموفرة بأمر الله. معانا في المقادير هنا فلفل أسمر حصى، معانا 3 معالق سمنة، معانا تمن جبنة رومي قديمة، معانا كيلو الا ربع جبنة اللي هي القريش دي، كيلو الا ربع. ماشي يا جماعة. هيبقى معانا طبعا بأمر الله 4 معالق نشا، ومعانا كوبايتين لبن. ماشي، لان انا عامله كيلو الا ربع. ويبقى في معلقه صغيره اللي هو الكربونات بامر الله. طبعا الفلفل الاسمر ده اختياري، عاوزينه عاوزينه، مش عاوزينه خلاص. ونص معلقه ملح صغيره خالص. ده لو الجبنه حادقه. لو الجبنه دلعه يبقى معلقه صغننه خالص. طبعا الجبنه القريش اللي معانا دي يعني حادقه. هنهرسها كده زي ما حضراتكم شايفين، هرسناها طبعا كده. هننزل بقى في الطاسه. طبعا طاسه ما تكونش بتلزق يا جماعه، عشان خاطر ايه؟ الجبنه دي بتبقى رخمه شويه فبتلزق في الطاسه. ماشي. فهو اريح ليكوا يعني. حله، طاسه، المهم حاجه ما تكونش ايه بتلزق، عشان خاطر ما تضايقناش وتعمل طبقه من تحت وقشره وتضايقنا. ماشي. احنا كده هرسنا كيلو الا ربع الجبنه القريش. ماشي. طبعا بأمر الله تعمل لنا كميه حلوه. هننزل كده بنص معلقه ملح صغيره، نص معلقه، عشان خاطر الجبنه الرومي حادقه والجبنه القريش برضو حادقه. معلقه كربوناتو صغيره خالص زي ما انتم شايفين كده، معلقه صغيره. ماشي يا جماعه. وهننزل بالثلاث معالق سمنه. دي سمنه بلدي او في زبده برضو مفيش مشاكل. كل ما تحطوا سمنه او زبده حلوه هتديكوا طعم غني وجميل جدا في الجبنه. ماشي. هننزل بكل المكونات دي على بعض، وبعد كده هنضيفها على النار، هنحطها على النار. ماشي. طبعا هنحطها على النار عشان تبتدي تفك مننا. معلقة الكربوناتو بتخليها تفك بسرعة بسهولة، وبتبقى ايه بتتحلل معانا بسهولة. ماشي. وبيخليها بتفور بسرعة الجبنة. خلي بالكم يا جماعة، وتبقى ايديكوا فيها ما تسيبوهاش خالص. وعلى قدر الامكان توطوا النار، عشان خاطر هي هتفور دلوقتي، وهتشوفوا المنظر ايه بعد ما تفك من بعضها. والله يا جماعة طعمها تحفة. بصوا المنظر. طبعا أنا كنت موطيه النار خالص خالص. طبعا هنفضل بقى نقلب فيها كده، ونفضل واقفين جنبها لحد ما طبعا هي كده الجبنه بكت الميه اللي فيها. وطبعا الجبنه بتبقى متصفيه جدا قبل ما ننزلها. وهنسيبها بقى على النار لحد ما بصوا ما تبقى بالمنظر ده، تفك ميتها وتشربها، يعني تتقل بمعنى اصح، او ايه، تتطبخ بمعنى اصح. اول ما توصل للقوام ده بنبتدي ننزل بايه؟ بتمن الجبنه الرومي القديمه. يا ريتها تكون قديمه، هتبقى افضل وطعمها يبقى حلو جدا، وهتدينا طعم جميل جدا في الجبنه. ماشي. طبعا ما نسيبش الجبنه خالص يا جماعه، انا بقول لكم اهو، عشان لو سبتوها هتربي قشره وهتبقى مش كويسه وهتبوظ منكم. فهنفضل بقى نقلب طبعا زي ما احنا شايفين كده لحد ما تبتدي الجبنه الرومي دي تسيح مع خليط الجبنة القريش زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي. ماشي. ايدينا هتبقى فيها على طول في التقليب مستمر. طبعا انا كنت محضرة جنبي بقى ايه كوبايتين لبن، وعليهم 4 معالق نشا، وحطاهم جنبي مجهزاهم. لبن ساقع من التلاجة عادي. ماشي. بصوا هي كده وصلت لمرحلة ايه، ان هي ابتدت تأستك اهي. بس لسه برضو كده الجبنة ما استوتش. يعني اول ما نحس ان الجبنة خلاص ابتدت تسيح، اللي هي الرومي، هنقوم نازلين بيها في قلب الكبة او الخلاط لو عندنا خلاط حلو وقوي كده. ماشي. عشان لسه هنضيف عليها الحليب بالنشا، عشان القوام بتاعها يتماسك اكتر وتدينا ايه كمية حلوة وفيرة. ماشي يا حبايبي. زي ما انتم شايفين كده، اول ما الجبنة الرومي تسيح نسيبها تهدى شوية، بعد كده نقوم نازلين بقى في الكبة او في الخلاط. طبعا انا كنت انا طبعا المشهد بتاع الكوباية التانية ما تحطش. فهي حطيت كوبايتين لبن، على كل كوباية عليها معلقتين نشا، على 4 معالق نشا. عشان انا عامله كميه كيلو الا ربع. لو هتعملوا نص كيلو جبنه هيبقى كوبايه لبن حليب واحده على معلقتين نشا. ماشي. بس بالله عليكم ما تزودوش الملح يا جماعه. لو الجبنه حادقه الرومي والجبنه القريش حادقه بلاش ملح كتير، عشان هتلاقيها حدقت منكم. عشان ما حدش يدعي عليا، انا بقول لكم بكل مصداقيه والله يا جماعه، يعني الحاجه اللي بتحصل معايا وحتى لو باظت
ما برضاش انزلها، بستحرم، لان الحاجة غالية والناس بتكلف الحاجة، فمش عاوزة حد يدعي عليا. ماشي، انا كده دوبت كوباية الحليب اهي نزلتها، وكان في كوباية تاني برضو نزلتها، اوريكم بعد ما ايه ما اللقطة تيجي. يعني ضربت اول كوباية وبعد كده رجعت نزلت تاني كوباية. ماشي اهو، ده كده كنت ضربت اول كوباية ورجعت نزلتها في الطاسة، وبعد كده رجعت حطيتها تاني وضربت كوباية تانية. ماشي، يعني مجمل اللي انا عملته كوبايتين حليب على 4 معالق نشا، عشان ما تتوهوش مني. ماشي يا جماعة، بنضربهم في الكبة حلو قوي، بعد كده بننزلهم في الطاسة تاني ونحطهم على النار عشان تبتدي بقى ايه التسوية الأخيرة للجبنة. بص، انا كنت بقى ايه، حسيت ان الجبنة تقيلة ورحت مزوداها كوباية الحليب التانية برضو بمعلقتين نشا، ورحت راجعة منزلاها تاني على الايه في الطاسة. معلش يعني ايه، المشهد اتكرر مرتين بس برضو ايه يعني، انا بقول لكم اللي حصل بالظبط بالتفصيل بما يرضي الله يعني. بعد ما حطيتها ونزلتها في الطاسه رجعت رديتها تاني في الكبه. طبعا هي انتوا هتحطوا خطوه واحده بس، ملكوش دعوه بالخطوه التانية دي. انا بس زودت اللبن لان كنت نسيت ان هي بتاخد كوبايتين حليب، فحطيت واحده وبعد كده رجعت تاني، فما قصيتش المقطع ده. ماشي، فانتوا لو تعملوا نفس الكميه هتبقى كوبايتين حليب من كوبايات الشاي العاديه على 4 معالق نشا، وبنحطه عادي، وبعد كده بننزل بيها تاني، هي بنضربهم في الكبة ضرب حلو أو في الخلاط، وبعد كده بننزل بيها على النار تاني. ماشي، وبنحط بقى شوية فلفل أسمر من اللي هو الحصى ده، لو عاوزين، مش عاوزين خلاص. لو عندكم لون غذائي أصفر هتحطوا نقطتين، مفيش هيبقى سنة كركم أصفر من اللي هو اللي عندنا العادي ده بتاع الأكل، ربع معلقة صغننة خالص تدينا ايه لون أصفر عشان ما يغيرش طعم الجبنة. مش عاوزين خلاص خلوها على لونها زي ما هي كده. انا حطيت طبعا سنة كركم، ربع معلقة كركم، ما كانش عندي الالوان اللي هي الغذائية الاصفر كان خلصان عندي. شفتوا انا حطيت حبة قد ايه، يعني يا دوب بس كده يدوها صفار خفيف كده. وبنتنينا نقلب تاني هتلاقوها ابتدت ايه تلم مع نفسها بقى، لحد ما تحس ان الجبنة خلاص بقت كتلة واحدة واستكت وبقت ايه بتمط كده زي المنظر اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. مش يا حبايبي، بصوا ابتدت هي تلم نفسها في قلب الطاسة. بصوا ابتدت تأستك، وابتدت المادة الدهنية اللي فيها ابتدت تبان. هنتنينا نقلب فيها كده. خلاص كده كانت وصلت للنهاية وكده استوت واتطبخت تمام قوي. طبعا هنجيب علبة نحط فيها زيت، نمسحها بمسح الزيت وننزل الجبنة فيها. طبعا انا كنت حطيتها في العلبة دي لقيتها كبيرة قوي عليها، وبعد كده روحت نقلها في علبة صغيرة تاني. معلش، بعد ما نزلتها في العلبة دي رجعت حطيتها في علبة تاني صغيرة عشان تبقى ايه تبقى القطعة حلوة وكبيرة كده. كده يبقى الجبنة اتطبخت تمام قوي، وبتطلع معانا طعمها تحفة ورائع بجد يا جماعة، رائع. بنضغط عليها كده وبنحط عليها بقى اي حاجة تقيلة، بنضغط عليها بطبق، بكيس رز، كيس سكر، عشان خاطر ايه نكبسها زي الجبنة اللي بره بالظبط. ماشي، بس انا برضو ايه هغير العلبة واحطها في علبة اصغر شوية، عشان حسيت ان العلبة دي كبيرة قوي على الكمية اللي انا حطاها. ماشي، بصوا. طبعا بنسيبها بقى ايه يوم بحاله تبرد، وبعد كده ندخلها التلاجة. بصوا انا كده كنت حطيتها في علبة تانية اهي على قدها، ما شاء الله برضو رمت لنا كمية حلوة. هبتدي بقى احط عليها اي حاجة تقل، اي حاجة، كيس سكر، كيس رز، اي حاجة عندنا تقيلة، ونغطيها ونسيبها تبرد شوية، وبعد كده ندخلها التلاجة لمدة لتاني يوم، وبعد كده بنقطعها وبنحفظها في علب في التلاجة وبألف هنا وشفا. بتمنى لو الفيديو ده عجبكم تدعموني باشتراك وشير ولايك للقناة. وكده الجبنة كانت بعد كام ساعة ما دخلتها التلاجة كانت جمدت ما شاء الله. طبعا انا كنت دهنة برضو العلبة زيت. ماشي، هسلكها كده بالسكينة وانزلها. كده اقطع بقى. ما شاء الله كانت تحفة والله يا جماعة، طعمها رائع، وجربوا هتشوفوا. طبعا كل ما تحط في التلاجة كل ما هتعتق اكتر وهتبقى اجمل.
ومعلقة الكربونات اللي احنا حطيناها هي دي اللي بتديها برضو دي زي مادة للحفظ. بصوا، طبعا الفلفل الاسمر ده تحطوه برغبتكم، عاوزينه مش عاوزينه خلاص. وكده كنا قطعناها بالمنظر ده ما شاء الله، بس التقطيعة مليانة شوية، معرفتش اقطعها اصغر من كده.